واحد السيده كانت كتقول لي انا خاصني نبني الثقه في راسي، كنحس براسي ما عنديش ثقه. ومن بعد اكتشفت بان المشكل اللي كان عندها ما كانش عندها في الثقه في النفس. هي واحد السيده ناجحه كتخدم كتاخذ قرارات، ولكن يفا كتاخذ واحد القرار باش انها تبدل حياتها دغيا كترجع باللور. من بعد ما درنا واحد الجلسات قليله بان السبب الحقيقي ديالها هو انها ماشي كتخاف من انها تفشل، مي كتخاف انها تنجح، حيت واحد الحاجه بالنسبه ليها جديده في حياتها غتقدر تفرض عليها دي شونجمون، وغادي يقدر يكون واحد لو ريسك ان الناس يقدروا يتبدلوا معاها، لونطوغاج ديالها يقدر يتبدل معاها، وغادي يخرجها من لا زون دو كونفور اللي ولفتها. فبعض المرات كيبان لي ان الخوف من الفشل، ولكن هو في الحقيقه في العمق ديالو هو خوف من واحد الحياه جديده، خوف من اي حاجه جديده. بالنسبه للدماغ ديالي هي واحد الحاجه مجهوله، لان الدماغ ديالي اوتوماتيكمون اي حاجه مجهوله كيدفعني انني نعتبرها خطر. هذاك الشيء علاش بعض المرات الانسان كيكون عنده لي كومبيتونس، يكون عنده لي ريسورس انه يدير واحد الحاجه جديده ويكسلي فيها ويمشي بعيد فيها، ولكن الدماغ ديالي كيبدا كيرجعني باللور. انا ماشي مشكل في لا كاباسيتي ديالي ولا الكومبيتونس ديالي ولا القدره ديالي على انني ندير واحد لو شونجمون جديد في حياتي، ولكن المشكل هنا هو لو ميكانيزم اللي كيدخل فيه الدماغ ديالي فاش كنجي كنبغي نخرج من واحد لا زون دو كونفور ديالي. ولو فات انني غادي نوعى بهذه المساله هذه بوحديتها غادي تعاوني انني نتانجاج في هذاك لو شونجمون اللي انا غادي نبغي نديرو في حياتي. اللي عندك شي كيسيون في هذا الموضوع اكتب لي في لي كومونتير.